للحديث أكثر عن هذا الموضوع ينضم ويانا اليوم أعتقد للمرة الثانية يشرفنا فناننا العزيز الجميل المحبوب الكوميديان العراقي الفنان رضا طارش، ضيف عبر الهاتف. أعتقد هذه الفرصة طيبة وجميلة اليوم، وأكيد ثمينة هذه الفرصة لكل محبين الفنان رضا طارش. اليوم ممكن تتصلون وتعرفون أخباره، تسألوا تسلمون عليه وتطمئنون على أحواله وصحته، وبعض الأسئلة أكيد ممكن توجه لهذا الفنان. نستثمر وجوده للتعرف على بعض المعلومات وإن كانت سطحية عن مسرح الرشيد وعودة هذا المسرح للحياة، وأيضا نستغل وجود هذا الفنان لكونه مهم جدا وكنا نحبه وكنا نحب نعرف أخباره. فاسمحوا لنا نرحب بضيفنا. مساء الخير أستاذ رضا. مساء النور أستاذ لؤي عليك وعلى متابعينك، وجمعة مباركة عليكم. ربي يحفظكم إن شاء الله ويدفع عن كل داء وبلاء عنكم وعن مشاهدينكم، ويا رب إن شاء الله كل شعب العراق والوطن العربي ربي يحفظك. الله يخليك، يا أهلا وسهلا سيدنا العزيز، سعيد جدا بسماع صوتك وشكرا جزيلا لتلبية دعوتنا. محبتك والتزامك وشخصيتك الطيبة معروف أستاذ رضا. الله يحفظك حبيبي أستاذ لؤي، وأنا بخدمتكم. تسلم لي. الله يخليك. هاي الجميلة حبيبي. الله يحفظك، يا أهلا وسهلا. هاتف أستاذ رضا، معلومات اللي تمتلكها حول عودة مسرح الرشيد قريبا إن شاء الله إلى الساحة الفنية وهذه المبادرة الطيبة. نعم والله أستاذ لؤي، مثل ما تعرف إحنا أخيرا يعني الأستاذ أحمد حسن موسى اللي هو مدير عام دار السينما والمسرح، نعم، هو الرجل يعني بادر بهذا الموضوع. يعني أكيد يعني وزير الثقافة نوجه له تحية، يعني كان موجود هو بالموضوع، يعني هو الإشراف العام. بس نعم. أحمد بدأ هو الرجل نفسيته، يعني بنفسيته حصل يعني من المال، تخصيص المال اللي خصصه المسرح الرشيد. يعني تعرف صار هو يعني بحدود صار 17 سنة زين مهمول. نعم. يعني هو كان المسرح، يعني هو كان أساسا هي دائرتنا بالمناسبة. يعني هي دائرة، تعرف هذا يعني دائما كل المحافل الفنية والمحافل العربية كان كلها على مسرح الرشيد. نعم نعم، هو المسرح الأول في العراق، يعني نتباهى به. المسرح الأول كان. نعم بالضبط. يعني أنا كنت أسميه بيت الحبايب بصراحة. يعني بالضبط. أنا كنت يعني بالمناسبة أنا نعم. هناك كنت أداوم بي يعني بالهذا، وعندنا ذكريات كل جميلة بي مسرح. يعني طبعا اجوا ممثلين عرب بي واجوا ممثلين أجانب بي، أكيد. يعني مشاهير اجوا بي. فالمسرح يعني كل ما تمر تشوفه خرابه، يعني صدق يبقى بصراحة. مع الأسف احنا ما عندنا ما هو كدائرة السينما والمسرح كموظفين، نعم، كفنانين ما عندنا. يعني بس مسرح الوطني، تعرف مسرح الوطني هو أساسا مو مجهز انه دائرة، يعني ما مهيئ مثل مسرح الرشيد من كان. نعم. اختارنا بديل في وقتها. نعم. يعني اختارنا بديل مسرح الوطني. والله مسرح الوطني هاي الفترة، وثم من بعد يعني السنة اللي فاتت رجعنا هم مسرح الاحتفالات اللي فتحت، وهم صار بظرف معين وكذا، تعرف ظروف البلد، وهم سدوا ورجعنا للمسرح الوطني. نعم. يعني موظفين وكذا وفنانين فملتقى. فبدأ الأستاذ أحمد يعني ما شاء الله عليه يشتغل ليل مع نهار، وبديه بالمناسبة، وبديه بإشرافه والله. نعم. يعني الرجل يعني نوجه له تحية من خلال إذاعتكم. أكيد أجمل التحية للأستاذ أحمد مدير عام دائرة السينما والمسرح. نعم. أي نوجه له ألف تحية، لأنه نعم. الرجل بصراحة يعني تعب، وبصراحة يعني احنا ما نريد ننتقص من المدراء العامين كانوا قبله. لا هو الرجل طبعا كان جاد بالموضوع، الحق يقال. نعم. واشتغل شغل يعني نعم. مو طبيعي، يشتغل الصبح وبالليل وكل وقت. طيب أستاذ رضا، آسف للمقاطعة، يعني إحنا بما أنه الحق يقال، أنا لمست من وزير الثقافة الأسبق مساعي طيبة واهتمام بالفنان العراقي وخصوصياته ومعاناته، يروح للمريض يزور يساعد يحاول قدر المستطاع، وأيضا كانت إلى لمسة بعودة هذه المبادرة لمسرح الرشيد. هل تأيدني حضرتك؟ لا هو أكيد يعني. نعم. كان مش تعرف بس يعني، بس احنا بالمناسبة طبعا أستاذ لؤي خاصة الفنان العراقي. نعم. يعني الفترة الأخيرة يعني مهمل كانت، مو بس المسرح الرشيد، للأسف هو بالتأكيد. كفنان عراقي نعم. مهمل يعني بصورة عامة. العراقي نعم. ما يقدر يشتغل أي شغلة أستاذ لؤي. لا طبعا، وأي فنان هو فنان لا غير. يعني نعم. هو فنان
فنان يعني ما